عارف الشخص اللي دايما ساكت، غامض، مش ظاهر وسط الناس، بس أول ما يتكلم الكل بيسكت. الشخص ده بيشتغل في صمت، مش بيحب يتشهر، مش بيدور على أضواء ولا كراسي، بس لو دخل تحدي هيكسب. هو ده الشخص الدلتا. في الفيديو ده هنتكلم عن شخصية من أكتر الشخصيات اللي عليها علامات استفهام. هنعرف مع بعض مين هو الدلتا، وإيه مميزاته وإيه عيوبه، وإزاي كمان نتعامل معاه، وإيه الفرق بينه وبين الألفا والسيجما. أعزائي المشاهدين المصريين وعرب في كل مكان، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن آخر شخصية في شخصيات التراتبية الاجتماعية. قبل كده اتكلمنا عن الألفا والبيتا والجاما والأوميجا والسيجما، ولو عايز تعرف ليه تقسمت الشخصيات بالطريقة دي وشرح كل شخصية بالتفصيل، هسيب لك رابط قائمة تشغيل الفيديوهات دي في صندوق الوصف. ودلوقتي تعالوا نعرف مين هي شخصية الدلتا. شخصية الدلتا هي شخصية في الترتيب الاجتماعي للشخصيات، بتيجي كده بعد الألفا والبيتا، بس هو مش قيادي زي الألفا ولا تابع زي البيتا، ومش منعزل زي الأوميجا. هو شخصية مستقلة، بيحب الخصوصية، ساكت في أغلب الوقت بس جواه عالم كبير. بيبان هادي بس دماغه شغالة 24 ساعة، مش بيحب يشرح نفسه ولا حتى يثبت وجوده ولا يبرر هو عمل كده ليه، وده اللي بيخليه غامض جدا في نظر الناس. الدلتا عنده صفات كتيرة متميزة جدا، بس أحيانا بتكون صفات متناقضة شوية. يعني تلاقي مثلا عنده الاستقلالية، بيعتمد على نفسه جدا، مش منتظر من حد حاجة، مش بيطلب مساعدة من حد، ولو طلب مش بيكون عن عجز، ده عن محبة، لأنه مش بيطلب من أي حد وخلاص. كمان هو انعزالي جزئي، يعني ممكن تلاقيه اجتماعي في وقت من الأوقات وبعدها يختفي كأنه مش موجود. كمان هو غامض، مش هتقدر تعرف هو بيفكر في ايه دلوقتي أو حتى حاسس بيه، يعني مش بيكشف مشاعره بسهولة. كمان مش بيحب الشهرة، مش بيحب يكون في الصورة ولا يظهر في المشهد خالص. عنده شكوك في نفسه أحيانا، يعني تلاقيه بيقارن نفسه باللي حواليه، وده طبعا بيأثر عليه لأن ده معناه إن ثقته في نفسه قليلة. كمان كاريزمته هادية، يعني مش هو الشخص اللي لما يدخل كده يخطف الأنظار ويقلب المكان، لا خالص، بس مع الوقت وجوده بيبقى مميز جدا. من الآخر كده هو مش من الناس اللي بتسيب انطباع من أول لحظة، بس برضه في نفس الوقت هو مش من الناس اللي بيسيب انطباع مدة مؤقتة وبعد كده يختفي تاني، لا، الانطباع بتاعه بيدوم. طيب أخبار الدلتا مع الحافز بتاعه والدافع في الحياة. الدلتا مش بيحب يعلن أهدافه خالص، هو عنده أهداف، مش عايش عشوائي يعني، بس عارف هو بيعمل ايه بالظبط. مش بيقعد كل شوية يتكلم عن أهدافه وهعمل وهسوي، لا خالص. ممكن تشوف إنه هو كسول أو ما عندوش طموح، لكن في الحقيقة هو بيشتغل في هدوء. هو مش بيحب يقول على قد ما بيحب يعمل، ساكت بس بيفاجئك بالنتائج. كمان هو مش بيحب المنافسة المباشرة، يعني مش هيقف يتخانق معاك عشان يثبت ان هو احسن منك، هو بيشتغل على نفسه بس لو دخل معاك في منافسة، احسن لك اعمل نفسك معي. اللي بيحركه من جواه هو رغبته ان هو يتقدم، يعني بيعمل كل ده من غير ما يتكلم، فعل وبس. طيب الدلتا في العلاقات الاجتماعية عامل ازاي؟ الدلتا مش اجتماعي قوي بس مش انطوائي بالكامل، يعني بيعرف يتكلم بس مش مع اي حد، ولما بيدخل علاقة بياخد وقت طويل جدا علشان يثق في الطرف التاني، ومحتاج وقت كبير عشان يفتح له قلبه. الناس ساعات بتشوفه بارد أو اللي هو مش مهتم، بس هو من جواه مشاعر بس مش بيحب يبينها لأي حد. وده بيفكرنا بشخصية أخدناها في الشخصيات الأساسية، وهي شخصية المحلل المفكر. الفرق بينه وبين الدلتا هنا إن الدلتا مش بيطلع مشاعره لأي حد، لكن بيعترف بمشاعره وبيحترمها. أما المحلل المفكر مش بيحب يظهر مشاعره أصلا، بيعتبر إن المشاعر ضعف، لأنه شخص عقلاني وبيحب يتكلم بالعقل. فالدلتا هنا ممكن يبان إن مشاعره باردة، لكن لا، هو عنده مشاعر ومشاعر كبيرة جدا، بس مش أي حد يقدر يوصل لمشاعره دي. علشان كده اللي هيعرف يكسب ثقة الدلتا بيكسب شخص نادر، فياريت تحافظ عليه. طب برضو عايزين نفهم الموضوع أكتر ونعرف الدلتا كده في أنهي مكانة في التراتبية الاجتماعية. فتعالوا بقى نعمل مقارنة مع بعضنا بين الدلتا وبين باقي شخصيات التراتبية الاجتماعية. يعني مثلا لو مسكنا شخصية الألفا، بنلاقي الألفا قيادي، ظاهر، واثق في نفسه،
لكن الدلتا مش بيحب القيادة، وبيحب يشتغل في الخلفية، مش بيحب الشهرة، مش بيحب الأضواء. طب لو جينا للبيتا، البيتا بطبعه هو طبعا تابع للألفا وشخص اجتماعي، أما الدلتا فشخصية مستقلة ومش تابع لأي حد خالص. طيب الأوميجا، الأوميجا انسحابي، اللي هو شخص كده سايب الدنيا، مش فارق معاه أي حاجة. تلاقيه كده شخص غريب متمرد على القوانين والأوضاع. لكن الدلتا مش متمرد، بس غامض، واعي وقوي وبيحترم القوانين. طيب بالنسبة للسيجما، السيجما انطوائي قيادي واستراتيجي. السيجما كمان عنده خطط واضحة، بيتحكم عن طريقها في مستقبله ومصيره. الدلتا بقى مش دايما بيكون عنده الرؤية دي، بس بيعرف يوصل لهدفه بطريقته. ماشي بدماغه بس بينجح. خلاصة الكلام بقى، الفرق الأساسي هنا إن الدلتا مش بيدور على سلطة ولا تبعية ولا حتى عايز شهرة وأضواء. هو شخصية مستقلة تحب تمشي لوحدها، وبيعرف يوصل لهدفه، واللي هيتحداه هيندم. طيب دلوقتي عشان نعرف برضو الدلتا واقف فين بالظبط في التراتبية الاجتماعية، لازم نعرف ايه نقاط القوة بتاعته ونقاط الضعف. بص يا صاحبي، الدلتا عنده نقاط قوة كتير. يعني هو عميق في التفكير جدا، تفكيره مش سطحي، مش بياخد اي قرارات وخلاص، ومش بيسمع الحاجة ويجري ينفذها. كمان قراراته مش سريعة، متأني جدا. كمان دلتا عنده قدرة ان هو ينجح من غير دوشة ولا دعم كبير، بأقل الامكانيات بينجح. الدلتا هادي جدا كمان، ومريح في التعامل. يعني شخص مش متعب، بيعرف يتعامل معاك كويس. بس طبعا زيه زي اي حاجة في الدنيا، حلو مش بيكمل وليه نقاط ضعف، او زي ما انا بحب اسميها، في قدامه تحديات بتواجهه. من ضمن نقاط ضعفه او التحديات اللي بتواجهه هو انه مش دايما واثق في نفسه، لانه بيقارن نفسه باللي حواليه، ودي بيعملها كتير. يعني من بين وقت للتاني بتلاقي ثقته في نفسه بتتزعزع شوية. كمان بينعزل اوقات كتير، وده ممكن يضيع منه فرص كتيرة حلوة في حياته. كمان هو ممكن يتفهم غلط، في ناس بتشوفه متكبر، ناس بتشوفه بارد او غريب. طيب لو انا عندي حد شخصيته دلتا، اتعامل معاه ازاي؟ لو صديقك، اخوك، شريك حياتك هو شخصية دلتا، حاول تعمل اللي هقولك عليه ده بالظبط. اول حاجة ما تضغطش عليه علشان يتكلم، هو مش بيجي بالضغط. هو لو هيتكلم بمزاجه، هيتكلم لما يبقى مستعد، هيفتح لك قلبه لما يبقى هو عايز، لما يقرب منك ويثق فيك. كمان ما تحاولش تجره العلاقات سطحية، يعني ما تعرفوش على اي ناس وخلاص. نتعرف على الناس دي، نروح نحضر مناسبة عند الناس دول، لا. هو بيختلط بالناس اللي قريب منهم جدا فقط، مش بيحب يقرب من اي ناس وخلاص. وكمان علاقاته عميقة، يعني يا اما علاقة عميقة يا مفيش خالص. كمان في حاجة تانية لازم تعرفها وانت بتتعامل مع الدلتا، لو طلب مساعدتك اعتبر دي ثقة كبيرة جدا منه، واوعى تخيب ثقته وظنه فيه. كمان ما تستهونش بيه حتى لو ساكت في شغله، لأن جواه قوة كبيرة مش واضحة، مش أي حد يقدر يعرفه. هو ساكت، هادي، تحسه كده مركون على جنب، بس ده لما بيتحرك اوعى من وشه. طيب هل شخصية الدلتا دي شخصية ثابتة؟ هقولك لأ، الدلتا مش شخصية ثابتة. الدلتا في أي وقت ممكن يتطور ويبقى قريب جدا للسيجما، أو حتى للألفا كمان. يعني هو راجع للصف التاني بمزاجه، ولو حابب ياخد وضعه في الصفوف الأمامية هيعرف يعمل كده. وهو ممكن كمان يمر بتجارب كتير تقويه، وفي تجارب ممكن تكسره، لكن أهم حاجة فيه إن هو مش بيبطل يحاول. وده اللي بيفرقه عن غيره، إن الياس مش في قاموس حياته. لو حسيت إنك دلتا، فاعرف إن أنت شخص مميز جدا. يمكن مش ظاهر في الحياة لكنك مؤثر. يمكن مش بتتكلم كتير، بس وجودك ليه معنى. مش بتاع كلام بس، كل حياتك أفعال. شاركني في رأيك، هل حسيت إن الوصف ده ليك أنت؟ أو حتى تعرف حد في حياتك شبه الدلتا كده؟ مستني رأيكم في الكومنتات. أعزائي المشاهدين، نحب بعض ونساعد بعض في كل مكان، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.